عطيو للبنان المروكي حيوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يهدر على البنان غير الحيوان. هذه رسالة لهذوك الجرابيع، المجموعة ديال الجرابيع. أما الجزائريين رجال، ما مش كيما الجرابيع اللي خرجوا في الاسطاد يقولوا أعطي البنان. مروك من بكري فيها البنان، أما الجزائر عمرها عرفت البنان. أنا يا زايد في 76 كليت البنان في 92، يعني كارثة حقيقية والله. لي تسعى البنان نهار جابوا تفليقة في 2000 باش الجزائريين عادوا يعرفوا البنان، والله حقيقة. نحن نقول إلا الحق، تعطيو البنان مروك والله لا كارثة. بهدلتوا بينا. اسكتوا تهضروش على البنان. مروك من بكري خلاص فيها البنان، من بكري خلاص. في المروك مدايرين مشروع يربط افريقيا باوروبا، تونال تحت البحر، مشروع عملاق. اما في الجزائر راح يديروا اكبر هوبل البعره والحمره يعبدوه تاع امير عبد القادر. اكبر دوله في العالم معمره بالحمره والبعره هي الجزائر. يشتكون ويبكون من الفقر والجوع، وكي تدافع عليهم وش يقول لك؟ تحيا عمي تبون رانا معاه. نعم والله غير حمره صح. قال لك الجيش الجزائري يخدم السلاح. اروح تضحك، اضحك عليهم اضحك، اضحك عليهم اضحك. الجيش الجزائري يخدم سلاح دين الرب. يما شبع عليكم ضحكي. لعنة الله عليكم يا الحمرة، ألا لعنة الله على الزمل. الفريق الوطني للأطفال الصغار 17 سنة يتم تدعيمهم من العسكر والجنرالات باش يقابلوا ولاد صغار مغاربة 17 سنة. ما لا زيدوا وعطيوهم المدافع والرشاشات وخلي يديروا حرب. آخر الأخبار، صدق أو لا تصدق، شنقريحة قائد الجيش الجزائري شارك في الحرب تاع 63، حرب الرمال ضد المروك. حكموه الجنود المغاربة، اغتصبوه، وهاي التصويرة، وعطاوه النوار الأبيض المرخص. توهنا زادت المغرب ربحت البرازيل. وزيدوا يقولوا لنا ثاني راهم يديروا في السحور. رانا في رمضان والسحور ما يمشيش، لأن الجن راه مكتف هكا ولا لا.